نعم، هذه الدنيا هي دار العمل، هي دار العمل. إذا فاتت السعادة كلها. من ضيعها في الغفلة واللهو والمعاصي والغفلات ضاع في الآخرة، ومن حفظها واستعملها بطاعة الله سعد في الآخرة. هذه الدنيا ليست سهلة، وإن كانت قصيرة، وإن كان عمر الإنسان فيها قصيرا، فإنها لها أهمية عظيمة. حياتك في هذه الدنيا هي مناط سعادتك أو شقاوتك، فإذا ضيعت الدنيا ضاعت الآخرة، فإذا حفظت الدنيا حفظت لك الآخرة. وإذا انتهى أجلك فلن تعود إلى الدنيا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. حتى إذا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله من يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ما يفكر الإنسان إلا عند الموت. إن كان محسنا تمنى أنه يزيد من الحسنات، وإن كان مسيئا طلب الرجوع إلى الدنيا ولن يرجع. فرصتك هذه الحياة التي تعيشها، فاحتفظ بها، احتفظ بعمرك واحتفظ بحياتك، ولا تضيعها في الغفلة والإعراض ونسيان الموت، نسيان الآخرة. نعم.